تخيل شركة مثل فريق كرة قدم كبير، لكل شخص دور: المهاجم، الحارس، المدرب. لكن للفوز بالمباراة نحتاج إلى أكثر من مجرد الموهبة. نحتاج إلى التنظيم والتحفيز، وقبل كل شيء إدارة جيدة للأشخاص. وهذا بالضبط ما تعنيه إدارة الموارد البشرية، أو ما يعرف بإدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية هي مجموعة من الممارسات لإدارة الموظفين بشكل جيد. لديها هدف واضح جدا: جعل الموظفين أكثر كفاءة وأكثر تحفيزا حتى تحقق الشركة أهدافها. لنأخذ مثالا ملموسا: في مورجان تستخدم إدارة الموارد البشرية لتنظيم وتحفيز آلاف الموظفين في جميع أنحاء البلاد. بدون إدارة جيدة سيسود الفوضى بسرعة. لكن لماذا أصبحت إدارة الموارد البشرية مهمة جدا اليوم؟ لأن العالم يتغير، التكنولوجيا بتقدم بسرعة، الاقتصاد أصبح أكثر عولمة يوما بعد يوم. يجب على الشركة أن تتكيف، ولهذا فهي بحاجة إلى موظفين مؤهلين جيدا، متحمسين ومندمجين. هذا هو التحدي الأول لإدارة الموارد البشرية: مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. لكن هذا ليس كل شيء. هناك أيضاً الجانب الإنساني. العمل ليس مجرد كسب راتب، بل هو أيضاً أن تشعر بأنك مفيد، وأن تحقق ذاتك، وأن يتم الاعتراف بك. لذلك تأخذ إدارة الموارد البشرية الحديثة في الاعتبار مشاعر واحتياجات وطموحات الموظفين، وهذا ما يسمى بالتحديات الاجتماعية. انظروا إلى مثال بنك التجاري وفاء بنك. للاحتفاظ بأفضل كوادرها تستثمر في إدارة المسارات المهنية، أو المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يوفر تدريبات لموظفيه لمواكبة الابتكارات في مجال النقل السككي. الآن خلينا نتحدث عن أسلوب الإدارة. كل قائد عنده طريقته الخاصة في القيادة. بعضهم سلطويون يتخذون جميع القرارات بأنفسهم، وآخرون يتبعون الأسلوب الأبوي حيث يعاملون الموظفين كأفراد من العائلة. وهناك أيضاً المديرون الاستشاريون. هؤلاء يستمعون إلى آراء الموظفين قبل اتخاذ القرار النهائي. وأخيراً هناك الأسلوب التشاركي. هنا تتخذ القرارات بشكل جماعي. على سبيل المثال، في مجموعة OCP يتم إشراك المهندسين في الخيارات التقنية، والنتيجة مزيد من الانخراط ومزيد من الفعالية. عملياً تعمل إدارة الموارد البشرية في 7 مجالات رئيسية: الأجور، إدارة المسار المهني، الإدارة الإدارية، التدريب، التحفيز، التواصل، والحوار الاجتماعي. كل هذه المجالات مترابطة. على سبيل المثال، التدريب الجيد يزيد من الدافعية، والتواصل الجيد يعزز الحوار الاجتماعي. إذن باختصار، إدارة الموارد البشرية هي فن إدارة الأشخاص في الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية واحتياجات الإنسان في آن واحد. ولا تنسوا هذه العبارة السحرية: تهدف إدارة الموارد البشرية الحديثة إلى تحسين الأداء البشري مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وهكذا نكون قد انتهينا. إدارة الموارد البشرية ليست مجرد أوراق يجب حفظها، بل هي ما يمنح الشركة الحياة، وما يربط بين الناس، وما يدفع المنظمة إلى الأمام. وغداً قد تكونون أنتم مسؤولي الموارد البشرية في المستقبل.